نظم منتدى الأمة للتنمية ندوة بعنوان الخطاب الإعلامي المطلوب وقت الأزمات بإشراف كريم من المكتب الإعلامي الحكومي، وذلك على شرف يوم حرية الصحافة العالمي. وحضر الندوة رئيس المكتب الإعلامي الأستاذ سلامة معروف، والناطق الإعلامي للجان المقاومة الأستاذ محمد البريم، ورئيس تحرير شبكة أنسنة للإعلام الأستاذ محسن الفرنجي، إضافة لمشاركة رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة للتنمية الأستاذ حرب أبو بركة. قال أبو بركة في كلمته الترحابية بالحضور أن أبواب المنتدى مفتوحة لكل أطياف المجتمع الفلسطيني. منتدى الأمة هو مؤسسة هادفة تفتح أبوابها لجميع أطياف المجتمع الفلسطيني، وترحب بأي فكرة بناءة من أجلها الرقي بأفراد المجتمع الفلسطيني، ومن أجل الإنسان يستحق الأفضل. وأشار معروف إلى أن الإعلام شهد على مدى سنوات طويلة العديد من جوانب القصور والإشكاليات. الإشكالية الأولى التي يمكن أن تنبثق عنها تقريبا كل الإشكاليات الأخرى، وهي إشكالية عدم وجود استراتيجية إعلامية موحدة. بمعنى أننا إذا قلنا أن الإعلام هو انعكاس لحالة سياسية فهو متشرذم بقدر ما الحالة السياسية متشرذمة. وعن دور الفصائل الفلسطينية في تهدئة الخطاب الإعلامي، أكد المتحدث باسم لجان المقاومة الأستاذ محمد البريم أن الميثاق الناظم لهذه الفصائل وكل الوثائق التي تنبثق عنها تتبع بشكل أساسي لعملها الحزبي في الظروف الطبيعية. سأركز الآن على حلول لمشكلة الخطاب الإعلامي الفصائلي أو الحزبي. أولاً، الالتزام بخطاب إعلامي وطني قائم على نشر روح التسامح والتصالح ونبذ الفرقة وتعزيز الوحدة. ومن جانبه شدد رئيس تحرير شبكة أنسنة للإعلام الأستاذ محسن الفرنجي على التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة خاصة وقت الأزمات، معبرا عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الحالة الإعلامية خاصة في ظل الانقسام البغيض. الجزئية الأولى اللي هي الخطاب الإعلامي الموجود على الساحة، من الصعب جماعة صعب نأتي ونقول نريد خطابا موحدا. نحن لا نريد خطاب موحد، احنا نريد هدف واضح محدد كلنا نتفق عليه، قواسم مشتركة، لكن اللغات تختلف، صعب انه كلنا نحكي بلسان واحد، صعب جدا. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات منتدى الأمة للتنمية التي يعقدها بشكل دوري من أجل النهوض بالحالة الثقافية والفكرية والسياسية بالمجتمع الفلسطيني.